السلام عليكم. أيوة زي ما بقولك كده حطي القرنفل على التين وهتنبهري بالنتيجة، هيديكي نفس النتيجة بتاعة الجاهزة بالظبط، وإن شاء الله هجربيها وإن شاء الله تنال إعجابكم. وده كده القرنفل بيكون شكله على هيئة مسمار بالشكل ده، بتجيبيه من عند أي عطار بتقولي له عايزة قرنفل. وده كده التين اللي هو البرشومي، بيكون متوفر كتير جدا دلوقتي في الأسواق، ده كده الموسم بتاعه، فنقدر إن احنا إن شاء الله نجيب ونخزن على قدر مستطاعتنا. أي نعم دلوقتي مفيش حاجة رخيصة، كل الحاجات غالية، بس الحاجات دي ضروريات في البيت، خاصة البيوت اللي بيكون موجود فيها أطفال أو عيال، فبتحتاجها في سندوتشات المدارس، وبنحتاجها في العشاء بالليل بيكون عشاء خفيف، وطبعا في التسالي الأطفال كل شوية بيبقى عايزين ياكلوا أي حاجة. فإن شاء الله نجيب ونخزن. وده يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناه ازاي النهاردة. مبدئيا كده هنا بوريكي بس هيئة الحنفية، بتبقى نازلة على التين بالشكل ده. بحط ايدي كده تحت الحنفية علشان ضغط المية هيهريلك التين بتاعك. تمام كده بقى. بعد ما غسلت التين بتاعي كويس، بجيب بقى الحلة اللي انا هشتغل فيها، وببدأ ان انا اقطعه. لو انت عايزة القطع المربى يكون فيها قطع تين كبيرة، تقطعي التناية على 4. لو انت عايزة بقى الحتت تكون صغيرة وحجم التين عندك كبير، تبدأي ان انت تقطعيها قطع صغيرة بالشكل ده. وطبعا التين لو انت هتشتريه وهتعمليه لسه بكرة تاني يوم مربى، تشيليه كده في التلاجة من غير غسيل، علشان لو شلتيه هتلاقيه ان هو حمض معاكي وهيديكي نتيجة مش حلوة. فيفضل ان احنا نغسله قبل الاستخدام كده على طول. ولو انت هتعينيه في الفريزر فنغسله ونشيله ونحتفظ بيه في اكياس، وهوريك ازاي هنحتفظ بيه في الفريزر. بس اهم حاجة قبل ما نشتري التين، نبدأ ناخد التينة كده من عند البياع ونشمها ونفتح القلب بتاعها كده ونشوف، علشان في الغالب ساعات كده بيكون في دود من جوه أعزكم الله، فنتأكد من الحاجات دي. وطبعا التين من الحاجات اللي بتحمض وبتبوظ على طول. كده التين بتاعي بعد ما قطعته بقى بالشكل ده، أنا عاملة هنا 2 كيلو تين. هحط هنا لكل كيلو تين 350 جرام سكر. المج ده بيعاير 200 جرام سكر. هحط هنا كوبايتين إلا ربع سكر. وطبعا متداول عند الناس ان الكيلو تين بياخد نص كيلو سكر، بس نص كيلو سكر هنا هيبقى مسكر والسكر بتاعه هيبقى زيادة عن اللازم. فخير الأمور الوسط، هنا نحط 350 جرام سكر لو هتعايري بالميزان، ولو هتعايري بالكوباية هيبقى كوبايتين إلا ربع سكر. هقلب بقى كده التين كويس، وبعدين هنبدأ ان احنا ننقعه في السكر كده ليلة كاملة. اقل حاجة ان انت تسيبيه فيها 6 ساعات. هنغطيه بقى هنا وهنقعه في التلاجة مش على الرخامة، واسيبه لحد تاني يوم. تعالوا كده بقى نجيب التين اللي احنا هنخزنه ان شاء الله في الفريزر ويقعد معانا اطول وقت. بجيب كده التين برضو بغسله، وبفضل ان انا اكون معايرة كمية التين، علشان لما اجي اخرجه وانقعه في السكر اكون عارفة المقدار اللي انا بحطه، ما احطش السكر كده بالبركة وافضل ازيد في كمية سكر طول ما انا واقفة. في بعض الحاجات كده لما بنعاير لها الحاجة بتطلع مظبوطة، وفي حاجات بنتعامل معاها بالبركة. احنا هنا دول عم معايرهم 2 كيلو تين، غسلته بقى كده وابدأ ان انا اقطعه بقى قطع بالشكل ده. وبعدين هنا بقى بعد ما قطعت كل الكمية هبدأ ان انا اشيله في الاكياس. وطبعا فايدة ان احنا بنوزنه علشان لما اجي اخرجه اعرف مقدار السكر اللي انا احطه قد ايه، سواء بقى هتشيلي الاكياس بتاعتك 2 كيلو او كيلو، الكمية هنا براحتك. تمام. هبدأ ان انا اربط الكيس كده وهشيله بقى في الفريزر، وهنيجي وقت الاستخدام بطلعه بحط عليه السكر واسيبه بقى يفك مع نفسه في التلاجة. برضو ما بسيبهوش على الرخامة، بسيبه يفك بالسكر بتاعه في التلاجة. وتاني يوم ابدأ ان انا اشتغل بيه واعمل بيه المربى بكل سهولة. تمام. ده كده اللي احنا هنشيله، وده كده اللي احنا نقعناه من امبارح في التلاجة، نقعده هنا ليلة كاملة. في ناس بتشتغل فيها على طول، وطبعا بنضطر ان احنا نزيد ميه. احنا كده هنا مش هنزيد ميه ولا اي حاجه، التين بتاعنا هيستوي بالميه اللي نزلت منه. شايفين كميه الميه اللي نزلت منه؟ ما شاء الله كده التين بتاعنا سرت كل كميه الميه اللي كانت موجوده فيه. بجيب بقى هنا الحله بتاعتي، وبعدين هحط هنا بقى كل كميه التين بالسكر او الشربات اللي بيكون مترصف في ارضيه الحله ده. بكل فتفوته احنا هننزلها في الحله، وبعدين هنرفع الحله بتاعتنا هنا على النار. في اول نص ساعه بخلي كده النار بتكون عاليه، ومجرد ما بيغلي بتطلع رغاوي او ريم بالشكل ده. ببدا ان انا اتخلص منه علشان هيديني نتيجه مش حلوه او شكل وطعم مش حلو. المهم يفضل ان احنا نشيله. هنتخلص بقى كده من كل كمية الرغاوي اللي تكون موجودة فيه. وهنا دي الخطوة دي انا كنت مصورها وكنت حاطة
القرنفل في اول التصوير بس ما جاش معانا، فلعله خير. فبوريكي هنا برضو انا عملت ايه. بجيب هنا حوالي 12 عود قرنفل، وبجيب حتة قماشة تكون انا مخصصاها للمطبخ، تكون نظيفة وغسلاها، وابدا احط فيها القرنفل بالشكل ده وبربطها. فايدة ان انا بحطه في قماشة وبربطه علشان لما اجي اخرجه اشيله بكل سهولة، بخلاف ان انا احطه حصى كده هتوهي وانت معلمة تطلعيه ومش هتعرفي تطلعيه كله. تمام. هسيبه بقى هنا يغلي مع المربى، وبجد هنا القرنفل هينقلك المربى بتاعتك لحتة تانية خالص، هيديكي نفس طعم الجاهزة بالظبط. هنا كل لما بيطلع رغاوي ببدأ ان انا اتخلص منها بالشكل ده، وبعد اول نص ساعة كنت معلية النار ببدأ ان انا اهدي عليه النار خالص، نار وسط، وبغطي الحلة بتاعتي بالغطا علشان البخار ينزل عليها كده وتستوي معانا كمان على طول، وكمان حروف الحلة ما تنشفش من المربى. تمام. كل بقى 5 دقايق، ما بسيبهوش بقى كده وقعد بالظبط ساعتين على البوتاجاز، مش كل شوية بقى كل 5 دقايق بروح اقلبه، علشان لو سبتيها يعمل لك شياط في ارضية الحلة. هنا دي بقى المادة الحافظة اللي احنا هنحفظ بيها المربى بتاعتنا لأطول وقت. ده ملح ليمون، بحط هنا نص معلقة صغيرة لكل كيلو، حطيت هنا معلقة عشان عاملة 2 كيلو، وببدأ ان انا اقلب بقى فيه بالشكل ده. وطبعا ملح الليمون بحطه في النص ساعة الاخرانية، وبيكون التين بتاعي داخل على السوا، بيكون خلاص يعني قرب يستوي كده. التين بتاعنا لسه بيشد حبة بسيطة، هنركنه كمان حبة، وهنبدأ ان احنا نقلب فيه كمان شوية. وطول ما انا واقفة كده بهرس فيه على اساس ان انا القطع التين او المربى بتاعتي تتهري. لو انت عايزه المربى بتاعتك ناعمه خالص، تقدري ان انت تضربيها بالهاند بلندر، وتقدري ان انت تطحنيها في الخلاط. كده المربى بتاعتي خلاص استوت. بتخلص بقى كده من القرنفل، بشيله كده بقطعه القماشه بتاعته بكل سهوله، ما بيغلبنيش، ما بقعدش ادور عليه. واوريك ان النار بتكون وسط بقى بالشكل ده. وطول ما انا واقفه باكد عليكي تاني كل 5 دقايق اديله تقليبه، علشان ما يعملكيش شياط في ارضيه الحله. تمام. ده كده التين بتاعنا خلاص. بقطع قطع كده بلاقيه استوى ما شاء الله، بجد طعمه حلو جدا. وده كده القوام بتاعه، لا بيكون تقيل خالص ولا بيكون خفيف خالص، علشان كمان لما هنسيبها لسه تبرد هتلاقيها ان هي القوام بتاعها تقيل شوية. وده كده القوام المظبوط اللي انا عايزاه. اخدت حوالي ساعتين بالظبط على النار، او نص ساعة النار عالية، وبعدين هديت النار زي ما وريتكم. وده كده القوام بتاعه. بسيبه بقى لحد لما يبرد كده على الرخامة ويهدى شوية، علشان نقدر ان احنا نعبيه. لو عندك بقى هنا البرطمانات الازاز، تعبي المربى بتاعتك وهي بتكون لسه سخنة او دافية، علشان الازاز ما يطقش معاكي. لو عندك بقى ما عندكيش برطمانات ازاز، وهنحتار ان احنا نشيله في ايه، هنشيله في البلاستيك عادي، لان برضو احنا بنشتري مربى من بره بنبقى شاريينها في جراد بلاستيك، فحاطينها في اكياس ورابطين الكيس بالكليبسة بتاعته. تمام. انا ما عنديش الا البرطمان الازاز ده بس، علشان الباقي انا حاطه فيه دبس التمر اللي كنت عملته معاكم قبل كده. بجيب بقى هنا اكياس تلاجة، وبجيب العلب دي علب مربى برضو او علب شوكولاتة، وهبدأ ان انا اعبي الكيس بتاعي بالشكل ده، وهحطه بقى ونحتفظ بيه في الفريزر اطول وقت ممكن. وكمان تقدري تعملي الكميات زي ما انت عايزة. لو انت حابة تشيليها مربى كده جاهزة على طول، حابة تشيليها بقى مربى تين بس كده وتشتغلي بيها مربى بعد كده، مفيش اي مشكلة. بس على العموم برضو هنا البلاستيك هيتحمل. بوريك ان الحلة هي ما شاء الله ألمونيوم اهي، بس ما لزقش فيها ولا اي حاجة، عشان كل شوية انا بقلب فيه كده. بقى بعد ما حطيت التين في الكيس بالشكل ده، وبأكد عليكي لما هنعبيه في البلاستيك يكون المربى بتاعتك بردت، في الازاز تكون دافية. تمام. هنا بقى خلاص عبيته، بربط بقى الكيس بالشكل ده، وبقفل بقى العلبة بتاعتي كويس، وبتعينيه بقى في التلاجة لو هتاكلوا منه قريب، وبتعينيه في الفريزر لو هتاكلي منه بعد فترة وعاملة كميات كتيرة. وده كده القوام بتاعها، بجد طعمها حلو جدا، وطبعا لونها فاتح كده، لان التين عندي هنا التين برشومي اللي هو بيكون لونه فاتح. لو اللون اللي هو بيكون النبيت الغامق ده او بالنفسجي الغامق، هتلاقي المربى بتاعتك لونها غامق، فدي مش فارقة ولا نقطة معانا. المهم هنا الطعم بيبقى طعمها حلو جدا، وبجد لما ضفنا لها القرنفل ادتنا نفس النتيجة بتاعت الجاهزة. وبعدين يفضل ان احنا نجيب ونخزن ونعملها في البيت، لان احلى حاجة مربى دلوقتي في السوق اللي هي المربى الفتراك، وطبعا سعرها غالي جدا دلوقتي. واي نوع تاني بيكون علب صغيرة خالص، ما بتكونش مربى. بحسها بجد والله ان هي بتكون شربات معقود، ولا فيها قطع ولا اي حاجة. فان شاء الله نجيب ونخزن، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.